مساء الهنا والسعادة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. السابليه من الحاجات الجميلة جدا جدا بتاعة العيد اللي كلنا بنحبها، اللي ما ينفعش يكون في عيد او مناسبة من غير ما يكون في سابليه. النهاردة هنعمل السابليه بطريقة بسيطة جدا جدا، والنتيجة تحفة زي ما انتوا شايفين. كل سنة وانتوا طيبين وكل الأمة الإسلامية طيبة وبخير يا رب العالمين. النهاردة بقى هنعمل كده نواعي من عيد. طبعا السابليه من الحاجات الجميلة جدا جدا. طبعا النهارده هنعمله بطريقه بسيطه جدا وسهله، والنتيجه بجد تحفه. شايفين ده بيكون شكل السابليه كده قبل ما نزينه، وده طبعا بعد ما زيناه. قبل ما ابدا الفيديو بشكر كل حبايبي اللي بيرفعوا لي على المنتدى، وبشكر كل اللي بيعمل لي لايك وبيكتب لي تعليق، جزاكم الله خير يا رب. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسونيش في اللايك حبايبي، ويلا نقول بسم الله. هنتكلم بالميزان. معايا 900 جرام من الدقيق، 500 جرام من الزبده، معايا معلقتين من النشا، معايا 250 جرام من السكر، 2 من البيض، ومعايا كيس او كيسين من الفانيليا. معايا بقى هنا العجان، هحط فيه كده اول حاجه 250 جرام من السكر، هنزل عليهم ب 500 جرام من الزبده، يعني بمعادل كوبايتين ونص من الزبده. طبعا الزبده بتكون خارجه من التلاجة قبل ما نستخدمها كده ب10 دقايق او ربع ساعه، علشان طبعا العجان ما يبص معانا لانها بتكون مجمده، فاحنا طبعا عايزين قبليها كده نطلعها، يعني قبليها بشويه كده نطلعها بمعادل. طبعا ال 500 جرام بمعادل فنجانين ونص من الزبده. هضرب بقى كويس جدا كده السكر والزبده لحد طبعا ما يبقى فاتح جدا معانا زي ما انتوا هتشوفوا. كل ما هتضربي السمنه والزبده اكتر كل ما هيديكي نتيجه افضل، وهيطلع معانا السابليه تحفه زي ما انتوا شايفين. هنا كان معايا معلقتين من النشا، والنشا هيخلي السابليه بتاعنا ناعم وجميل جدا. حطيتهم طبعا على 8 كوبايات من الدقيق. وهنا طبعا هسيب الدقيق على جنب، ويلا بينا هنا. معايا هنا طبعا البيض، نزلنا عليه كده بالفانيليا. شايفين بقى اللون كده، لون الكريمه كده، يعني اللهم بارك ما شاء الله. ضربت كويس جدا في حدود 10 دقايق زي ما انتم شايفين معايا، وشايفين ما شاء الله كده. بعد ما حطينا البيض برضو هنضرب كده في حدود دقيقتين كده، وبعد كده هننزل بالدقيق. والدقيق مش هننزل بيه مره واحده، وهنا هنزل بس بنص كميه الدقيق، وبعد كده هزود دقيق حبه بحبه لحد ما الاقي العجينه معايا حلوه، وبعد كده هوقف دقيق. انا بصراحه خدت ال 900 جرام، يعني داخلين على الكيلو. انا خدتهم مع معلقتين النشا، وكانت العجينه زي ما انتوا هتشوفوا معايا تحفه، ملمسها طري وجميل جدا جدا. طبعا من نجاح برضو السابليه ان احنا العجينه ترتاح طبعا ساعتين 3 كده في قلب التلاجة. ولو انت عملتي السابليه من بالليل حطيه في استرتش طبعا العجينه، وريحيها كده في التلاجة لحد تاني يوم الصبح، واشتغلي بيها هتديكي نتيجه جميله جدا جدا. انا بصراحه سبت كده العجينه في التلاجة 3 ساعات مش اكتر، وبعد 3 ساعات اشتغلت فيها طبعا زي ما انتوا هتشوفوا معايا. وهنا طبعا انا ما بعجنش، انا بس يا دوبك بلم كده بس لان مفيش حاجه بتتعجن الا هو الكحك. لكن اي حاجه من نواعم العيد مش بتتعجن، لازم نلمها وبالراحه علشان طبعا ما تشققش معانا او العجينه تنشف مننا. زي ما انتوا شايفين الايد اللي بتلزق لو انا مسكت بيها بتلاقوا العجينه ملزقه، لكن ايدي التانيه العجينه مظبوطه ومية مية. دي الادوات اللي انا هشتغل بيها. وهنا بقى قسمت كده العجينة لجزئين زي ما انتوا شايفين، وحطيتها في الاسترتش وسبتها في التلاجة 3 ساعات. وبعد 3 ساعات طلعتها بقى علشان اشتغل فيها. زي ما انتوا شايفين عملت جزء بالكاكاو وجزء سادة. انا هنا بقى معايا كده ورقة زبدة، لو مفيش ورقة زبدة ممكن ان انت تفتحي كيس تلاجة وتعملي فيه. انا هنا طبعا معايا ورقه كده من فوق وورقه من تحت، وزي ما انتم شايفين انا فردت العجينه اللهم بارك جميله وبتتفرد معايا. وعايزه اقول لكم ان هي ما شاء الله طريه كده وجميله جدا جدا. بجد عجينه ناجحه 100%. الطريقه بسيطه وسهله ونتيجتها تحفه، صدقوني طعمه تحفه بجد. انا هنا بقى زي ما انتم شايفين هعمل بالقلب، يعني هعمل شويه بالقلب شويه بالنجمه، يعني هشكل فيه. ده بيكون شكل القلب كده ما شاء الله، بيبقى شكله جميل جدا جدا. وهنا يلا بينا بقى كده نطلعها واحده مع بعض كده. انا عايزه بقى اقول لكم درجه الحراره، شايفين القلب شكله عامل ازاي؟ جميل جدا جدا. يلا نتكلم على درجه الحراره عشان نسوي بقى السابليه بتاعنا كده تسويه حلوه، ولا يتحرق معانا ولا يتلسع ولا يجرى له اي حاجه. انا من ساعه ما بدات في حاجات العيد وانا بسوي على درجه حراره 160. درجة حرارة الغريبة كانت 150. أنا عايزة أقول لكم بجد الحاجة بتطلع جميلة جدا جدا، وبتطلع الحاجة رايقة والتسوية بتاعتها جميلة جدا جدا.
وهنا بقى زي ما انتم شايفين كده بعد ما خلصت كده السابليه هحطه بقى كده في الفرن على درجة حرارة 160 في الرف الأوسط، وبعد كده نشوفه أول ما يخرج، وده بيكون شكله الجميل بعد ما خرج من الفرن. اللهم بارك، الوش زي الظهر، شايفين ما شاء الله لونه جميل جدا جدا ما شاء الله. الحاجة بجد لما تسويها على نار هادية هتطلع معاكي جميلة جدا زي ما انتم شايفين. سويناه ما شاء الله وطلع معانا جميل جدا جدا. اللهم بارك. هنا بقى يلا بينا نسيبه لما يبرد خالص عقبال ما نحضر بقى الحاجة اللي احنا هنزين بيها. شايفين القلب شكله عامل ازاي ما شاء الله. عملنا كذا رسمة النهاردة وطلع معانا السابليه بجد جميل جدا جدا بأمانة. محدش دايق إلا لما عجبه. اللهم بارك. طريقة بسيطة وسهلة، حتى التزيين هنزينه بطريقة بسيطة جدا جدا. احنا هنا هنجيب طبعا السابليه وهننزله بالشوكولاتة بالمنظر ده، ومعايا هنا ورقة زبدة كده حطها على الرخامة. كل ما هطلع بقى كده هطلع عليه علشان طبعا ينشف معانا السابليه، علشان لما نحطه في علبة ونشيله ان شاء الله باذن الله للعيد. كل سنه وانتم طيبين. طبعا ما يبقاش لازق على بعضه ولا اي حاجه. انا بقى هزينه تزيين بسيط جدا، يعني عايزه اقول لكم ما فيهوش حاجه مكلفه، يعني هو تزيين بسيط كده ولا تعب ولا مجهود. اعملي حاجتك في البيت وارتاحي بدل ما تشتريها بالغالي. بامانه والله الاسعار بقت اوفر خالص. فطبعا احنا عملنا ايه؟ ما كلفناش كتير وعملنا الحاجه في البيت بمنتهى السهوله زي ما انتم شايفين. التزيين تزيين بسيط جدا. عندك بقى مكسرات وحابه تزيني زيني. التزيين زينت تزيين بسيط وطلع معايا تحفة جدا. اللهم بارك ما شاء الله. عندك كريسبي، عندك كريسبي من الصغير خالص، فرماسيه، الحاجات ديت زيني بيها. مش لازم تروحي تجيبي حاجات غالية وتزيني بيها. والله اللهم بارك طلع معانا جميل جدا. يعتبر انا ما كلفتهوش كتير يعني، ولا حطينا مكسرات ولا حطينا حاجة، وطلع معانا السابليه تحفة زي ما انتم شايفين. شايفين اللهم بارك شكله عامل ازاي. طبعا كده بعد ما خلصت بقى السابليه خالص، اللهم بارك يعتبر اقل من كيلو دقيق عطانا كمية اللهم بارك ما شاء الله جميلة جدا جدا. شايفين شكل السابليه عامل ازاي. عملناه يعتبر يعني زي الناه تزيين بسيط بس شكله ما شاء الله جميل. هنا بقى عملت شوية كده بالمربى زي ما انتم شايفين، وزينت بقى شوية كده بالشوكولاتة البيضاء والشوكولاتة الغامقة. ما شاء الله اللهم بارك جميل جدا جدا. ودعواتكم ليا يا حبايبي ان البرد يروح مني بقى، لان البرد بصراحة مش عايز يسيبني. الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشكر. شايفين شكل السابليه عامل ازاي جميل جدا جدا. يعتبر النهارده عملنا طريقة بسيطة وسهلة وكانت النتيجة بجد تحفة جدا زي ما انتم شايفين. اللهم بارك ما شاء الله. كل حاجة ان شاء الله بإذن الله هنعملوها في البيت ومش هنشتريها من بره. زي ما انتم شايفين طريقة السابليه بتاعت النهاردة طريقة ناجحة 100%، والنتيجة قدام منكم اللهم بارك. وده بيكون فيديو النهاردة، فيديو سهل وبسيط. يا رب فيديو النهاردة يعجبكم. أشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.